والمسيح جاء بالإسلام كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام بالإسلام. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وكما قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكل الأنبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله. من ثم نقول إنه نشأ من أبوين نصرانيين ثم بعد ذلك هاجر إلى كندا ولنا معه حوار وكلام لا نقصد به حب الظهور أو الغلبة، إنما نقصد به أدب البحث. وأدب البحث أول ركيزة فيه أن يكون المقصود بالبحث الوصول إلى الحق. أن يكون المقصود بالبحث الوصول إلى الحق. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ضاع الحق بينهم، وقال الساكت عن الحق شيطان أخر. من هنا نعلم أن الإسلام يعطيك حرية الرأي في سبيل أن تقف موضحا سبيل الحق. قف دون رأيك في الحياة، قف دون رأيك في الحياة وثابتا إن الحياة عقيدة وجهاد. وكما قال فيلسوف فرنسا فولتير إنني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحرية رأيي. فإذا كان هذا الفرنسي يقول هذا الكلام فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب. من هنا نبدأ الكلام في العقيدة ونبدأ الكلام فيما يدور حولها من قضية الألوهية وفيما يتصل بالإسلام عقيدة وشريعة